كواليس زي فنانه فاتن حمام في ارض الاحلام، وكان ليكي مشاهد معاها كمان وحوار معاها، شخصيتك معاها. يمكن شخصيه زي فاتن حمامه والتمثيل ودورك كان كمان بتمثلي قدامها. كواليس فاتن حمامه دي كانت عامله ازاي يا استاذه علا؟ كانت مرعبه. بتخوف؟ مش بتخوف، مرعبه. في ايه؟ هي جايه النهارده هنعمل مشهد كذا ومشهد كذا، بتقراهم وبتشوف فحوى المشهد ايه. ففي اول يوم تصوير ليا انا وهي كان المضمون المشهد بتاعكم انها ملهوفه عليا وخايفه عليا وعايزه تسالني انت مالك، انت كويسه، انت في ايه، انت. فدخلت بعمل انا مكياج وهي حضرتك بتعمل مكياج. ما فيش لا بصيت لي ولا قالت لي ازيك ولا قالت لي ولا انا مش موجوده. يلا هنصور. اسالهم ايه يا جماعه، هو في حاجه؟ اتخضيتي انت مش عارفه في ايه؟ انا جيت رغما عنها. بالعكس هي اللي مرشحاني. هي قالت علا يا رامي هي اللي تعمل بنتي، هشام سليم هو اللي يعمل ابني، حنان سليمان مرات ابني، هي اللي عامله الكادر ده كله بالظبط. فقلت له ايه يا هشام؟ ايه انت اتعاملت معاها قبل كده؟ انا مش فاهمه حاجه. قال لي لا خليكي في حالك، خليكي في شغلك، انت مالك؟ طيب حاضر. المشهد اللي هيتصور ايه؟ بنفتح الباب، احنا في البيت وبنفتح لها الباب بتدخل. فبتدخل ملهوفه عليا، تاخدني بالحضن، ازيك، انت فين، انت كنتي وحشه، انت نفسيتك كنت بتعيطي، مالك، طمنيني عليكي. فعلشان تمثل اللهفه دي مظبوط لازم ما تبقاش قبل ما نصور المشهد ازيك يا علا وعامله ايه، ما تشربي شاي. ما ينفعش. بتحضر ان هي مشتاقه لك طبعا. فده